وكان في واحد اسمه ابو راويه تحت. ابو راويه طول النهار بيلعب دومنه. والعب بقى واخد بالك. صدقني. وطول النهار اوعى اسمها لها ايه، اوعى اسمها مين بيتكلم عن مين ابو راويه ده. كانت قضيه بقى بالنسبه لي، لانه طول ال 24 ساعه بيلعب دومنه وانت قاعد متابعه. مش عارف انام انا. انا مش عارف انام. فانا لو وصفت لك الشقه دي كانت ضيقه قد ايه يعني. واللي كان فيها حاجه عجيبه جدا، ترباس الحمام كان من بره. صدقني دي الشقه الوحيده اللي كان ترباس حمامها من بره. مش فاهم ليه. يعني ممكن تخش واللي بره يقفل عليك ولا. فعمري ما قفلت باب الحمام. دايما مفتوح. دايما مفتوح، لانه لو قفلته مش هعرف افرد رجلي. حمام صدقني. بس انا كان قد المكتب ده. بس دخول الحمام ده يعني عايز حاله اطمئنان. ازاي كنت بتبقى مطمئن وانت ممكن حد يتربس عليك من بره؟ لا ما هو فيش اطمئنان. ايه ما فيش، كانش في الحمام بتاعي ده خالص كانش تقدر تحس بالاطمئنان، ولا في الشقه كلها تقدر تحس بالاطمئنان. وبعدين الحمام لازم تحدد انت داخل تعمل ايه. لا انا عايز اقول لك يعني لو داخل يعني الحوض كان كده. الحوض كان كده. باب الحمام كان كده. وسوري التواليت كان كده. وسوري ليه؟ ما احنا فاهمين. الكبانيه كان كده. ايوه 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 ايوه. وباب الشقه ايه، باب الحمام كده. فانا صحيت بقى من الاوضه المنيله بنيله اللي انا نايم فيها وداخل الحمام اللي هو هنا، اللي هو ده. حوض هنا ما تنساش. انا ماسكه اهو. لا انت كده ماسك الكبانيه. حلو الكلام. حلو. داخل تغسل وشك تخش كده. داخل تصطبح على الصبح بعد اكله تقيله تخش كده. وكان الجميل بقى جدا ان الدش كان بيصب في الحوض. يعني بتعمل الثلاث حاجات في وقت واحد، قاعد على الكابينيه وبتغسل وشك وبتستحمى في نفس الوقت ورجليك بره الحمام. ايه ده؟ ايه ده؟ هيجنني يا احمد حلمي، هيجنني يا جماعه، هيجنني. ايه السيناريو ده يا ابو حميد؟ صدقني اللي بقوله لك ده حقيقه. واقول لك على حاجه ثانيه بجد والله العظيم. وانت سامع القهوجي بقى بيقول ايه على كل القصه دي، المود بتاع القهوجي مثلا. قول لي كده تعبير. جاي لك للقهوجي، تعبير واحد جاي لك للقهوجي. بس خلينا نخلص الحمام. نخلص الحمام. احنا ورانا ايه؟ ما احنا قاعدين. ده الشقه كبيره. رغم كده بقى كان فيها سخان قد كده. سخان السخان ده بقى ما كانش بيسخن ميه عندي بس. تقريبا هو سخان العماره وحاطينه في الحمام عندي. حلو. وكان بيخلي الميه الساعه سخنه. يعني الحنفيتين سخنين. مش واحده ساعه وواحده سخنه زي بقيه البني ادمين. مش خلاط. هو في خلاط وكل حاجه. بس يعني دايما دي ساقعه ودي سخنه. طب وتعمل ايه؟ لا تفتح دي سخنه وتفتح دي سخنه برضه. واخد بالك. وفي يوم من الايام ايوه برضه بعد اكله تقيله. ايوه. وانا قاعد زي بقيه الناس. وبعمل بتاع اللي في الجنب وميه سخنه بقى. على فكره ميه سخنه. على فكره انا المفروض اتخيل الميه دي راحت فين. انت تخيل وانا اقول لك لو عايز. لو على ايه والطرطشه دي. وميه سخنه ملهلبه. ماشي يا ابو حميد. وفجاه لقيت بقى في باب الحمام والناس من تحت. يا احمد يا ابني اقفل السخان شويه، الميه زي النار. طبعا. وشويه بعد كده برضه. الشقه اللي تحت
الشقه اللي ما كله بقى نفس السيناريو. كل السيناريو ماشي في كل العماره. والقهوه بقى 24 ساعه شغاله، غير محمصه البن اللي في ظهر العماره. تشتغل من الصبح فاقوم مخنوق. يعني انت شفت ايام صعبه يا ابو حميد. شفت ايام سخنه. شفت ايام سخنه. الحمد لله على السلامه المره الثانيه. الله يسلمك. واحنا مبسوطين انك انت دلوقتي بتحكي الحاجات دي كده، وان هي خلاص فاتت خلاص، بقينا بنضحك عليها، ودلوقتي الحمد لله احنا نجوم كبار ترستقين ومفيش عندي سخانات في الشقه دي. لا ده انت اتعقدت طبعا. خالص، بس اتعمم ميه ساقعه.